ده بيعكس مشكلة أخطر. الطفل اللي مش لاقي نشاط ولا قدوة بيروح يشوف التوك توك إن هو وسيلة للسيطرة والفلوس والرجولة السريعة. دلوقتي بقت الرجولة مفك في جيبك وتوك توك تحتيه، نقول بصوت عالي أنا شاب من عند الجمعية. بس يا ترى شهاب إيه حكايته؟ وهل فعلا هو بلطجي ولا ضحية ولا نازل ياكل عيش ولا كله على بعضه خليط اجتماعي نفسي يستحق يتكتب عنه دراسة ماجستير؟ شهاب بيرد بمنتهى الثقة أنا شهاب من عند الجمعية. دي مش بس جملة، دي بطاقة تعريف هوية. الراجل بيقولك أنا انتمائي هنا مش لأي قانون أو نظام، أكن القانون غايب عنه، بس على مين؟ الرجاله قايمه في شغلها. وده بيكشف لك ظاهره اسمها الانتماء الهوياتي القمعي، عن الشخص مش لاقي مكان او قيمه في المجتمع فبيخلقها لنفسه في بقعه ضيقه على الرصيف. شهاب ماسك مفك وبيهدد بيه وروع الامينين وهو غلطان، كانه بيقول لك المفك ده مش عشان افك بيه مسمار، ده عشان افك بيك الدنيا كلها. بس المفك هنا مش اداه، ده رمز. في علم النفس الرمزي اي شيء بسيط ممكن يتحول لاداه تعويض نفسي. المفك هنا بيساوي سلطه، امان بيساوي سيطره. ده بالنسبه للي زي شهاب. ده نوع من السلوك التعويضي العدواني، aggressive compensation، وده بيظهر كتير عند الشخص اللي فقد السيطره على حياته فبيحاول يفرض السيطره على غيره بالعنف او الايحاء بيه.